بسم الله الرحمن الرحيم. قيمة المسلم ان شاء الله ناقش 3 الاسئله. السؤال المزال يتعلق بصلاه التراويح في ليالي رمضان. الحق او صلاه التراويح على بساطتها وسهولتها ووضوحها فيها اشكالات عند البعض. السؤال المزال هل صلاه التراويح واجبه؟ لا، ليست واجبه، وانما بنادم ميسن الحشت يتزلطني عند الله سبحانه وتعالى ادي في من دافع جاج صديز واتصال على خاطر كامي الا كانوا محتاجين تيزلنا الفرض الصبح الظهر العصر على مدار السنوات طوال العام، لكن محتاجين كتر هذه النوافل وهذه الصلوات تدعم الفريضه، ترقع ما نقص منها من خشوع وتقصير وكذا الى اخره، تدعمها من جوانب يطول ذكرها، المهم هي تدعم. كذلك هذه الصلوات مغفره للذنوب، كذلك رفع للدرجات. وان كان الحكم غير واجبه ولكن نحن بحاجه اليها، تاركها في خطر عظيم جدا امام الله سبحانه وتعالى، من جسوتي حسب ربي سبحانه وتعالى ادي في اللغو، في تضييع الوقت، في كذا في كذا في كذا في كذا، من اول الزور التراويح من الا ان فرغني الا محتاجه ترقع فيسعى قدر المستطاع، سارعوا سابقوا، يعني عندنا الحكم الشرعي ببعض التوضيح المبسط والبسيط. تذكر عدد الركعات لا حد له، صلاة الليل لا حد لركعتها، ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 11، أنا كان جورديس إن شاء الله نتعافر عندما تنظل 8 ركعات نتكمل 3، ولكن من صلت 16 24 أو أكثر يجوز له ذلك وإن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأدلة الكثيرة وردت في شأن صلاة الليل وشأن يبيتون لربهم سجدا وقيام، دي أدلة عامة مفتوحة، فلا يمكن أن تحد صلاة التراويح في عدد معين قال يندوني ولا شجع. هذا أمر. هل نطيل في ركعات التراويح أو لا نطيل؟ الأمر يرجع إلى الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعات يطيل فيهن ولا تسأل عن حسنهن وجمالهن وكذا، بصح بتا نراعى الضعفاء، نراعى وسيلة نجم أن نجي الحد معقول وأدنى. بصح الخطأ اللي وقع في مجتمعنا في الآونة الأخيرة، المجتمع تقريبا كله يصلي بالثمن، عادة عن المساجد تنحصر أديسي كان ربما نصف الثمن معقول، يعني كذا نشونينا كان 1444 هجري دولة 1436 37 نزون التفهم المجتمع كيف هيتو إمارو كيف هيتو زدت تسكت الوقت على 20 يظل النصر 4 سطور تلا ظاهرته في عمان وفي بعض المناطق النغضي بعضيها قلقا تنجم الظلم، يعني أظنه تفهمي وتعيد قال سموكز لا هذا عادي حد ادنى وسولي نجم هذه الزال 8 ركعات، هذه الزال 4، هذه الزال سنت بصح وتعيدي كرداسنت مع بعض القراءات سريعه جدا، تعاد تظلتني كانه قلنا كشرموني يبدا يخدع، لا ينبغي هذا، وهو مخالف لاصل السنه الصحيحه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه التراويح. تذكرت هل بهبنا ما يلتزم من بدايه رمضان الى نهايه رمضان لا ينقطع ولا يوم عن التراويح؟ لا يلزم هذا، بالعكس بتت انقطع النبي صلى الله عليه وسلم انقطع مرة فلم يلتزم بهذا لأنه ليس فرضا، اللي خاصة تحت تشلم ماس العمل الخيري ماس وديت تسديج العمل الخيري ربما هو واجب، ربما بصيلة رحم، ربما الوالدين زكانس، ربما منفعة واجبة أتيج لأجل صلاة التراويح، وتجي يقنع الغلو، ربما نفس الشخص تسولت هل 5 صلوات وديت انت بجيرة عشان كربينه وبين مصح التراويح كأنه يتشدد، لا يقول حد غير قضاء سابق في نهار في للصلوات. هل يصلي التراويح؟ يجوز له، نعم يجوز له، لأن صلاة التراويح ربما هي سنة مخصوصة بوقت مخصوص وليست سنة مفتوحة على مدار العام، فأقدر حتى تظل مع المسلمين وتصلى جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم جعلها سنها، وأتى من بعده وجمع الناس عليها فصارت في هذا المظهر الذي نراه اليوم. الاستدراك في صلاة التراويح كيف يكون؟ نشي أنصح لديني فتاوى واضحة للمشايخ بأن الاستدراك في صلاة التراويح كغيره من الصلوات لا فرق، بصح نشي أنصح بما أن التراويح ليست فرضا وليست سنة مؤكدة أو قريبة من الوجوب، لذلك تزيد تزال صلاة التراويح أرقب من إلا يوضن، باتلا ركعتنا مزوارت الركوع أسيدي السجود ركعتنا مزوارت أتمع سنت تستدرك بتا إلا ركعت فيت سنت اللي خصها يقضي قضي عزم اللي يركع ياش بتصدق من هذه المسمس، فتربص قليلا السارق يمانتش توجدي مانتش تستجمع القوات، ربما تسيت سبق، ربما يمين تجلس كنشرم خاطر، ربما وجدي ما تتت في ركعتين جديدتين مشي توقع المشكل في الاستدراك، خاصك تستدرك الزول ركعتين مثلا ركعتين تيمزوات تستدرك ديزن حتى تتردد اول شيء دهرس استزالتني، ربما شي اجي في الاشكال تستدرك تختيني بعد 60 بعد على خاطر كلمه ما يسبقاتش، ربما تحضر الفاتحه وتحضر، فتجنبا لهذا تلقى دي فاتت شغل
تربص بالسي تثبت في ركعتين جديدتين، وهذا أفضل لك بإذن الله تبارك وتعالى من حيث الخشوع وهو روحه ومخه وأصل الصلاة. انتونيو تجتهد أن تنجم تزلط وتقدم إلى الصفوف الأمامية وتحاول تقيم تزفرك أنك خاصك ترولط. كذلك لك الحق تخير الإمام حسن رائع أزود قصد تزلط فرس أجش تمجد الحمد تثبت وش تعجب. شنو كانوا مسؤولون كأئمة وكمديرين مساجد أن نوفر الإمام الحسن، الصوت الحسن، الميكروفون الحسن، الجو الحسن، كذا إلى آخره. هذا كله يساعد ويعني يدعم الصلاة في يعني الصلاة الرمضانية وما فيها من خيرات وبركات ونفحات. هذا أمر. السؤال الثاني خصها تجي بسي حساس أي تمحم في موضوع الاستمناء في نهار رمضان. الموضوع بالضبط هو رد على فتوى بلغتني عن أحد مشايخنا وقرض مشايخ بصح كان حدينا قصد من الشباب في موضوع الفتوى والى اخره. يزوي سيغني سولت حسب ما بلغني من هذا الشاب، يعني ان شاء الله اثق فيه. يزوي الناس ما حكم حد يوضع في الاستمناء في نهار رمضان؟ ما حكمه؟ الناس الاستمناء حرام لا يجوز وليحلي كذا الى اخره. الى هنا متفقون، ولكن الناس لا يترتب عليك شيء. يترتب عليك تقضية السني افساج السني، لا تترتب عليك الكفاره. ونيو تنسل من مشايخنا تون تسلت في الانترنت في المواقع قال سكرمت والحك السيس خلاص نغير انا. بصح المرض عند شيوخ لنا يعتمدونه اشيني بحكم رفع الحرج، بحكم كرب وليت السجن، بحكم لا دليل سو ماني نمشي نناقش شرايو بهدوء واريحيه. وديت تسقنا خوت ناقشت نقطته يقولوا عمر زان تطاوين، لا بالعكس مادام تاود الشيخ لنا زوج ناس الشباب يستفتون عنده يفتى ياسن ودق مسوس من الموضوع. شنو نتناقش؟ ناقشت خلينا نستعبسي في موضوع الكفاره. تنبي كاع شوف يمكن حد يوضع مع طامطوت حلاله غرس عقد جرس في نهار رمضان وليو غرس كفاره مغلظه هي صيام شهرين متتابعين. يعني تدفتوا المذهب بتت دليلس اعرابي صحابي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم هلكت يا رسول الله نسبه تجيد بالتسجيل. الناس وقعت على زوجتي في نهار رمضان النبي صلى الله عليه وسلم وشي وجه كذا على خاطر كامل فلسفه سبت هو فعل حلال قبل الفجر وبعد المغرب وحرام في نهار الصوم. الحاله انا اذا قلت حرام في نهار الصوم النبي صلى الله عليه وسلم الناس رجع عيد رقبه بتو تنجم صوم شهرين متتابعين بتو تنجم اطعم 60 مسكينا. الامام السلمي وش راك تخصص الجماع يتميز عن المنتهكات الاخرى، يعني ان طرق الانتهاك الاخرى بانه دي شهرين متتابعين خلاف الجماع. يعني الجماع الاولى دي الترتيب التبعد بتتوني لاش اتزل الى تو لاش اتزل الى تو، يعني في قضيه الكفاره. اما غير الجماع ديس تخير، يعني تخير ديس اولى انتو يعني حد الشو رغم الحديث في الربيع افطر رجل في نهار رمضان صلى الله عليه وسلم فسال عما يترتب له فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم حديث موجود في الربيع إناس اعتق رقبه او صم شهرين متتابعين او اطعم 60 مسكينا على قدر ما تستطيع من ذلك. انتو دفتوا المذهب الى ان يرتاح لها البال والضمير صح. رغم الحديث واضح وصريح في موضوع الجماع، حديث واضح وصريح في من افطر يرزم افطر ترزم. يمروا الناس الشيكين دليل باللي الاستمناء في نهار رمضان ديس كفاره عنده الدليل نسن ونيو مذهب الظاهريه، يعني لن ياخذون بظاهر الدليل، يعني ينيش ظاهر الدليل وظاهر الادله لاجلس ماذا لاجلس بالددا لا تحرم قشره لو تحرم ربي سبحانه وتعالى ان لا تخترع امور اخرى لم يجعلها الله سبحانه وتعالى. مصلحه الناس تبعت معايا بالعقل اي تفهم ببساطه. الجماع حلال وفي نهار رمضان فيه كل هذه الكفاره. الاستمناء اخطر منه مش اخطر منه بتل مع الناس خاطك حرام قبل الفجر وبعد الفجر في نهار الصوم وفي الليل بحر. الدليل قوي جدا في هذا الامر هو قوله تعالى في سوره المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء اطلاق مفتوح جدا، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. وسي يزوى خلاف هذا السبيل وهو الزوجه الحلال فاولئك هم العادون. ديريكت غير ما تلمس حتى 20 سنتيم من جسم الانسان تسمى الفرج يناجي ضح حرام التجديس القنشره من الشهوه خلاف الزوجه. القران بيت كتاب صريح وجر القران الكريم في هذا الامر عنده الدليل قوي جدا. اذا يجني لان يمارس هذه الشهوه في نهار رمضان وافسد صومه مطلقا. اهم النبي صلى الله عليه وسلم يذكر غير الجماع
يعني اشتس البلج. النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا نذكر غير الجماع شرط خاطئ. الاستمناء اخطر منه. يعني تترك المقصد الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعني في حديث مقاصد الصوم يدع شهوته لاجلي، شهوته لاجل الشهوه المرتبه المنظمه الحلال مع الزوجه يدعها. يعني تريض القراش من باب اولى. القران مش في الوالدين ولا تقل لهما اف. ديك المشكل. إذا يجوز لك أن توت ديك قشرة وجار نتيتا، يعني مش نوني وهو يعني وضيت من باب أولى سوى صنا الضروري. يمارو تصور النبي صلى الله عليه وسلم عند فرضية يعني عنده يعني نبي يمارو الدليل مزورنا بلي الاستمناء أخطر من الجماع لأنه حرام في كل الأوقات. الدليل الثاني الاستمناء هو قذارة يعني يختلف فيها الناس ربما وتفصل غير مستحيل كل الشباب ربما لا سن. قذارة الاستمناء يختلف فيها الناس في مراتب لا حد لها. يجوز يقولنا استمنى في نهار رمضان، يجوز يقول بعد سنه استمنى كنا نديروا هذه القصص نسمو كل اشكال كبيره وكبيره جدا من القذاره، وكل لون الاشكال عادي. قال نظرا لعدم وجود الدليل، لو كان الشارع تعتمد فقط على الدليل على ما فيه دليل ولا بلاش ولا توتسن يعني المقاصد الشرعيه كاع توتسن. اخطر من هذا الدسن انه في بعض مواقعهم اشين الصحابه كانوا يستمنون كدين دقن الزف دقن شرح غريب جدا وينسبون اقوال لابن عباس وكذا. يعني ليش كلمه شتي كيفاه العقل هذه قبل تنتمند فقط تنتمند يعني تعتمد الاقوال والاراء وتني كاع لا نسيسن لا سيس يكررها ولا يعتمد يبرر فقط باش يستحل تلك الشهوه. الشيء الغريب يعني اذا استحضرت الاشكال ولا تقع في تفريغ هذه الشهوه اقدائني باللي لا كفاره فيها، لا كفاره فيها. اذا بطلت كفاره موضوع الاستمناء الكفاره تستتبع موضوع الجماع. يعني حد لن يضاف الجماع الاولى له يقصد جرس ربي غتكون حتزداد غدو حسب يسيب مي بجري فاصل ربي يعني يبدد الهيكل الجسم الروح الاخرت يبدد يبدا يتحسب ربي. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. يوض نقصتو اسينيا الله توب ياسيس قادر بس تمسح ستيتس نقص ثاني خلاص يتوب ياسيس. ما هي توبتك يا عبدي؟ قال لك صوم شهرين متتابعين. باتت دليل الشيء كتبع اني نمش فالاولى يعني مش كتعاد غير الجواب بين يدي الله عنده دبريد نتوبت عنده يمارو حدوا لي نجام ولي ويض يتورنا كيف هاد زوما في موضوع الجماع اسنيني روح يعني روح اطعم 60 مسكينا تبتي معايا خلاف يقني لنا الشودي الشهر في نهار الصوم هاد نجم اسنيني ديرك روح اطعم 60 مسكينه كي مخير باتينا انا خصك تزوم 10 اسنيني روح يجوز يعني ان شاء الله الحرج مرفوع. يعني شوف الاستمانه من هذه الحاجه هذه الحاجه الجماع يعني الاولى دي ستظن شهرين متتابعين وتنجم الظروف زيرنات كذا تنجم دا شنين نروح اطعم 60 مسكين. يعني واش يتبين تخداني قال في موضوع الكفاره قال همسين اطعم 60 مسكين هما اطعام 60 مسكين عندي شهور دي مقارنه. قال من حيث الصعوبه قال يزهل لا واش يزهل اكلب قيمة تحريت في 60 مسكين وندم زون نتفيت العملية شاقة جدا. كذلك ديس منفعة اجتماعية يعني تقدر تقشرك أنه من التساهل ولا خاطئ حتى ديس يكون تكليف كبير جدا يحتاج إلى مشقة وجهد بلا نديس ظن ريال ضحراز الإطعام دمودي وهو الأولى من النقود إلى آخره. إذا تونيو إذا الجواب أنه الشيخ ولا نفطموني اتق الله يا أيها الشيخ حتى لا يوضج الفيديو أنه تبعت اتق الله يعني وجي إلى هذه الدرجة تقسم أيها الشباب أتبع من جنحد تبعت حد لأن إرواء يطف في أصول مذهبه ويؤصل لفتواه أشين الشيخ الفلاني الشيخ الفلاني الشيخ الفلاني أن تفتوى المذهب أن دون القول المعتمد أن كذا أنصح روح تبع ويتقسم خاصك هامي ميتني فتوى المذهب وفتوى المشايخ. يعني مشايخ نقلوا عن مشايخ ومشايخ نقلوا عن مشايخ ومشايخ نقلوا عن مشايخ بمجموع هذا النقل تكونت مدرسة. يعني لغاش الحجة أقوى بينك وبين الله باللي تتبعد مذهب له أصول وقواعد وكذا. المشايخ روح سيسن أطلب إلى مؤسس المذهب. مؤسس المذهب نقل من التابعين هو نفسه نقل من الصحابة والصحابة نقلوا عن الرسول والرسول نقل عن جبريل وجبريل نقل عن ربي. عنده معنى تبعد المذهب بصح ميزو تبعد الجنساء عقب تزود تبعد الجنساء عقب تبعد الجنساء عقب الجنساء عقب يقم الرايرول الثاني عقب هذا الاتباع اتباع خاطئ. يعني مشكلة الشرعية وشغل مثال بدي جاري فاصل ربي سبحانه وتعالى أثناء تجاري فاصل ربي من أين لك يا عبدي هذا لا تسألون ازدغت تسول أسين كتبعوني أشيني قادر ربي سبحانه وتعالى في اليوم الآخر أشيني اتباعك هذا هو اتباع هوى وليس اتباع علم فقط غير شكل الغطاء اللي تسولد فلان بصح وراءه اتباع هوى فهمتي. لذلك اتق الله أيها الشاب
ربما كيوشي في الافكار المبعثره بصح ان شاء الله الذي سنتي هذا ختم الفيديو سيكون السؤال كذلك يتعلق بنهار رمضان الذين منه المفطرات مثل استهزان السيسن. استهزان السيسن تاول بان تبدل لا حيوصف الفطر وانما هي معاصي. تذكر سيسن الاستمناء باش نضح حرام ويلزم فيه القضاء. ما باقي المعاصي، باقي المعاصي بون الغيبه، النميمه، نظر حرام، السرقه، بون السب غير حكم خاص بالتحدي يسب الا يرتد عن الاسلام قلنا مسمس يسب ربي يسب الدين يسب كذا بون بيد المعاصي قاعد تبعث انين واحد يجي في نهار رمضان ماذا يلزمه؟ السن المعصيه متى تجد في نهار رمضان النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم الا بالكف عن محارم الله. غد تجد ديك المعصيه في نهار رمضان ذلك اليوم من حيث التكليف تتزونت يعني لا تلزمك كفاره مغلظه او كفاره كبيره، لا يلزمك شيء من حيث هذا. بصح ذلك رمضان لا يولي له جنه، لا يولي 28 يوم، لا يولي 27 يوم، لا يولي 25 يوم، باش تقيم ايام معلقه. الايام مني باش كديري ازومين صنت عليك قضاؤها، عليك قضاؤها. انتو تعصيد ربي كنواس معصيه صريحه ويجي معصيه مشكوك فيها كانه السرشس مثلا تحريت الكذب، تخدم ديك الفيلم تسرشس، تصور ديك الكاميرا كاشيه مصنع رمضان نشرت هذا كذب، كاميرا كاشيه سرشس تخدم ديك السرشس هذا صيام ذلك اليوم لا يرتفع الى السماء فعليك ان تقضيه. لازم نسن هذه النقطه بطريقه واضحه جدا. وش اللي ايها المسلم تعصي ربي في نهار رمضان، تعصي ديك معصيه صريحه، صيام ذلك اليوم معلق حتى تقضيه قضاء باتت المعصيه واضحه صريحه يقضيه يعني حس بالقضاء يلزمك باتت تجي كذا كذا يعني كانه كذا يقضيه احتياطا، قضيه احتياطا. بصح مش كذا عاد اسن رمضان مفتوح للمعاصي والشهوات والنزوات وكذا، هذا لا يسمى صوما، هذا يسمى عبث. لذلك ننتبه للامر. كذلك بعض الامور مثل تحليق اللحيه، حفاف للخدمه، اديس مثلا ادي تستمرت على زور بون تمارت ارتب ريقل اتحف كله يجوز ان شاء الله. بصح حني ندوتو توصل زور غير روز ديس تي ريقلات تراسان غادي تقلبوك كذا يخدم في نهار رمضان وفي غيره لا يجوز، وما بالك في نهار رمضان. فوسي تستمرت كله اذا يرتكب كبيره في نهار رمضان وينتقل صومه. كذلك بعض الامور الاخرى التي يراها يعني ديس اختلاف فقهي، مساله ما ليش اختلاف فقهي مذهبنا ايش امور اخرى مثل الاسبال. وسي يعتقد بان الاسبال حرام، وسي يعتقد شكون يتخلطم، وسي يعتقد بان الاسبال حرام. الاسبال في نهار رمضان اذا اعتقدت بانه لا يجوز كذلك ينقض الصوم، اي قمشره حرام صومك يفسد وترتكب المعاصي في نهار رمضان. هم يذكر المعاصي هي لبساطتها نرقب من ديك نشرة عادي، بصح ليست شيئا عاديا. انتو لا رمضان ديك الفرص تربي ديما على مدار 12 ساعه تزيد تنقص، تقف وقوفا صارما وجزما وانتم معنا لعلكم تتقون. بالتالي شي خلاص الحاس رمضان سي جوريت خلاص دزو خلاص. المهم ولت توسس ماشي هنا يعني الحديث المشهور في قضيه يعني من يضيف يعني يشتز وسواس وليتت اضص كانه مضرب عن الطعام كانه كذا. هذا ليس مصوما. ذلك نتقي سبحانه وتعالى ان شاء الله وشكل خلاص في هذا الامر. ربي يذهب بالخير واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.